أزمة ما بعد الصدمة ما كتصيبش غير الكبار، ولكن ممكن تصيب حتى الصغار. التعامل مع الاضطراب كيعتمد في الأساس على الاحتواء عن الطفل. مهم بزاف أن الطفل يحافظ على الروتين ديالو قبل الصدمة قدر المستطاع، وقت الماكلة، وقت النعاس، ذهاب للمدرسة. نبعدو الطفل على الهضرة والنقاشات ديال الكبار حول الموضوع. ما كاينلاش يتبع الأخبار وفيديوهات الحدث ومشاهد الإنقاذ عندهم باش ينفعوك كطفل، وبيني وبينك ما عندهم باش ينفعوك حتى انت كبير. نحاول نطمن ولدي ونقول له ان كل شيء غيتعتق ان شاء الله. الا ما تعتقوش غينتقلوا لمكان افضل وغيمشيو للجنه وغيعيشوا النعيم والسعاده اللي ما كانوش عايشينها في الدنيا ان شاء الله. مهم بزاف نسمع ولدي بتمعن ونعرف رايه، نخليه يعبر على باش حس، نسكت ملي يكون كيهضر ونخليه يعبر بلا ما ندخل، نشجعو يعبر باش نعرف شنو اللي مألمو بالضبط وشنو الصوره اللي عالقه في الذهن ديالو وكيفاش كيشوف الاحداث من جهته. نتصنت، نقدر ونتناقش، ماشي نعطي اجوبه جاهزه. نطمن ولدي قدر الامكان بامور واقعيه علميه بشرح مبسط ومعلومات حقيقيه حول ظواهر طبيعيه وانها السبب في وجود الكره الارضيه بهذا الشكل. نبسط ليه علوم جيولوجيا ونشوف انا وياه برامج جيولوجيه موجهه للاطفال وما اكثرها، كيهضروا على تكون الصخور وتكون الجبال والاحجار الكريمه، زحزحه القارات، مواضيع شيقه مهمه وكتنقص من رهبه الزلزال اللي تسببت لولدي في الصدمه. كنعاود ناكد على الانصات، نتصنت ونستعجب. ممكن ولدي يعبر على مرض، وجيع، الم راس ولا الم اسنان، نحط احتمال ان الالام تقدر تكون اسبابها نفسيه وماشي عضويه. عند الكبير والصغير المواجهه ديال مشاعر الفزع والخوف بعد الصدمه ما سهلينش. داكشي علاش ضروري يمنح الانسان نفسه وقت كافي باش يتعافى ويتشافى من الصدمه، يخلي العلاقه مع الاهل والاحباب مستمره. نطوع ونعاون باللي قدرت عليه، نحاول نرجع للروتين قدر الامكان باش نحققوا الاستقرار النفسي والاجتماعي ونتجنب استرجاع الذكريات المؤلمه. الناس اللي ربي اختارهم ليله الزلزال باش ينتقلوا الى جواره الله يرحمهم، في مكان احسن من الدنيا بزاف. رسالتهم في الدنيا انتهت وباذن الله ماواهم جنات عرضها السماوات والارض، حيث اللي تولاهم هو الكريم الرحمن الرحيم من وسعت رحمته كل شيء. وحيت حنا في دار اختبار، الناس اللي نجات او حسات او حتى سمعوا بالفاجعه حدث الزلزال اثر نفسيا على البعض وظهروا عليهم اعراض ما بعد الصدمه اللي كتمثل اولا في الخوف من النوم او ما يسمى بفرط اليقظه، بحيث ما كيديهمش الناس بسهوله وكيخلعهم شويه ديال التخرشيش او صوت ديال اي حركه غريبه كانت قبل عاديه بالنسبه لهم وما كيديوهاش فيها. الا قاسوا شي حد على غفله ممكن يتخلع ويغوت من الخوف. هادو اعراض طبيعيين لليقظه المفرطه، بحيث العقل كيخليك مستعد لحدوث اي تهديد لسلامتك، وهذه حاجه ايجابيه بدايه الصدمه، ولكن كتحول الامر سلبي الى استمر لمده طويله. ثانيا من الاعراض اللي ممكن نعانيو منها بعد الصدمه القلق الشديد وسيطره الاكتئاب. الشخص اللي عايش لحظات زلزال وانتشال المصابين او المتوفين من تحت الركام سواء حضوريا او خلف الشاشات غيعاني من القلق والحزن والاكتئاب مده ما قصيراش، بحيث كيولي الشخص يحس العيا، ما كيبقاش يهتم بنفسه، كينقصوا الانشطه اليوميه، العصبيه، القدره على التركيز كتنقص، ومع الوقت كتبدا تختفي هاد الاعراض بشويه بشويه ان شاء الله في الحالات اللي طبيعيين اكيد. ثالثا ومن ضمن الاعراض استحضار وتذكر الاحداث باستمرار وبالتفاصيل، وبالتالي استحضار المشاعر الحزينه، وبالتالي تصديق العقل الباطن اللي كيوهم الشخص ان الحدث جديد وكيحدث مره اخرى بالفعل، وكتعاود الصدمه من الاول بخلعتها ببكاها وبالحزن ديالها، وبالتالي ما كتعطيش فرصه لنفسك باش تعافى من الصدمه، وبالعكس كتجددها في كل لحظه كتفكر فيها الحدث المؤلم. رابعا ممكن الشخص يتصاب بمتلازمات رهاب الزلازل، بحيث كيولي عندنا خوف من حدوث زلازل مره اخرى، وهذا الرهاب مع الاسف كيكون خارج على السيطره وكيؤدي لمشاكل سلوكيه بحال انهم كيرفضوا يسكنوا مساكن عاليه او كيفضلوا الخيام، اي كيوليو يخافوا من اي صوت، مستعدين دائما، ما غيشريوش دار حيت ممكن يريبها الزلزال، ما غيرفضوا يقراو ويخدموا. هادشي كامل مقبول ومسموح به الا استمر فقط لفتره محدوده، ولكن ملي كيبدا يتعدى الحدود لازم تدخل اخصائي نفسي. اضطراب ما بعد الصدمه كيعانيو منه معظم الناس اللي تاثروا وتعرضوا بشكل مباشر او غير مباشر للازمات سواء عامه او شخصيه. الحمد لله الغالبيه كتعافى، ولكن كتبقى عندنا اقليه كيبقاو عالقين في بلاصتهم، بحيث كيبقاو مده طويله كيعانيو من الكوابيس او الاحلام المزعجه، الخوف الشديد، اسئله ما عندهاش جواب بحال شنو كان غيوقع، كون اسوأ سؤال واقصى سؤال، حيت فعلا انت راك غير كتخيل، ولكن عقلك الباطن كيتخيل ويتيق ويعيشك الالام بتفاصيلها. الزلزال من اكثر الكوارث الطبيعيه اللي كتهدد الحياه،
ماشي هادشي فقط، ولكن مع الاسف كتهدد الناجين بشكل مباشر باضطرابات ما بعد الصدمه. الموضوع بغاية الخطوره والجديه، كيستهدف كبار السن والعجزه اللي شافوا الموت قدام عينيهم وما قدروش يهربوا، الشباب اللي كلهم طموح وعرفوا بانهم في لحظه ممكن تنتهي احلامهم ويردمها التراب، الاطفال اللي خداو درس صعيب، ناس كبار ما قادرينش يستوعبوه، هو ان الموت قريب وقريب بزاف. هذه كلها افكار وتساؤلات طرحها الزلزال، بغينا ولا ما بغيناش طرات علينا نفسيا. كلنا خفنا وحزننا، وتساؤلات كثيره كتدور في عقلنا على كيفاش نتعاملوا مع خطر اذا كتبوا علينا الله. الحل الوحيد باش نتعامل معاه هو ندرك راسي ونبقى بلاصتي نتسنى القدر. من اهم هاد التساؤلات كيفاش نتخطاو صدمه الزلزال النفسيه عند اللي نجاو ويمكن فقدوا حبابهم او ديورهم او تألموا لولاد بلادهم وخوتهم في الدين والعروبه والانسانيه. مزيان اثناء اضطراب ما بعد الصدمه التعبير على المشاعر والالم والمعاناه، ولكن مع اشخاص جديرين بالثقه. تفريغ المشاعر السلبيه، سواء كيف قلت بانني نعاود او نشكي على شي حد كنثق فيه، او ممكن الكتابه في حاله ما تواجهش هذا الشخص. سمح لنفسك باظهار الحزن، بكي، عبر، خوي قلبك، غير ما تطولش، حزن بخاطرك ولكن عارف ومأكد انها مرحله وغتنتهي ان شاء الله. مهم في هذه المرحله انك ما تاخذش قرار مصيري بحال قرار السفر ولا بيع ممتلكات ولا التخلي على عمل معين. وفي اقرب فرصه تبدا تحس بالتعافي استاجب عافاك. حسيتي براسك قادر تاكل، كول، قادر تضحك ضحك، قادر تخرج خرج. ما تضيعش اي فرصه باش تخرج من الحزن او اضطراب ما بعد الصدمه. باش نخرج من اضطراب ما بعد الصدمه ما ساهلش، ولكن ممكن فقط إلا تحلينا بالإيمان، قبلنا الأمر الواقع وسلمنا بقضاء الله وحكمته. حيث الواقع كيقول أننا كلنا ملاقو وجه الله الكريم ولكل منا ساعة. أمر واقع، حيث اللي قبلنا ما بقاوش معنا وحنا ما غنبقاوش وما غندوموش، غير الفرق في سبب الرحيل. كاين اللي اختاروا ربي شهيد زلزال، وكاين اللي شهيد مرض، وكاين اللي شهيد حادث. كتبقى الأسباب متعددة ولكن الموت واحد ولقاء رب العالمين واحد. أخيرا، ما كرهتش نشير المشاعر شخصية، ولكن عندي إحساس أن أغلبنا تشاركها، وهي أن خوفنا أثناء الزلزال ما كانش من الموت بحد ذاته، ما كانش من أننا نخسروا ديورنا ولا فلوسنا ولا ذهبنا، بدليل أننا كلنا تقريبا سمحنا في كل شيء وما فكرناش نهزو شي حاجة كانت كتبان لنا مهمة قبل الزلزال. ما خفناش من الموت، ولكن خفنا من ملاقاة وجه الله. جملة ما سمعتهاش من واحد ولا جوج، ولكن أغلبية الناس اللي تلاقيت من بعد الزلزال. نديرو بلا قياس للآخرة، نصدقوا، نعطيو، نعيشو، نتهلاو، نصيروا الرحم، نعزو ديننا ونعتزو به، نخليو صلاتنا بالله قوية ما كتزيدش وتنقص على حساب المناسبات والأحداث. بزاف الناس أول مرة يجربوا يتبرعوا بالدم، أول مرة يشدوا طريق باش يعاونوا خوتهم، أول مرة يجربوا يديروا تقدية كبيرة ويسافروا بيها المحتاج. سبحان الله، كتشوف وجههم واحد النور وواحد السعادة كيقولوا انهم ما حسوهاش وهما خاسرين ملايين على عطلة او سكنة او حوايج. يتعتقوا السعادة الحقيقية اللي تخلقنا على ودها، وهي تكون عندنا رسالة وبصمة في الأرض. جميل بزاف هاد التضامن، ولكن الأجمل منه يستمر ديما ويولي عادة، نحسو براسنا ماشي هما هادوك إلا دازت 4 شهور وما تبرعناش بالدم، شي حاجة ناقصة في فصل الشتاء إلا ما كسيناش يتيم أو فقير، العطلة ما كاملاش إلا ما دزناش في طريقنا على الدواور وفرحناهم بزيارة كرم وحب. ما نبخلوش على راسنا بنعمة إسعاد الغير، حيث فيها سعادتنا الحقيقية. هذاك هو الاستعداد الحقيقي للزلزال وأي سبب آخر لمفارقة الحياة، باش ما نحشموش نتلقى وجه الله الكريم.